كل سنه وانتم طيبين والعالم كله طيب وسلام وامان. لا عامله حاجه ولا محتاجه. كل الفيديوهات اللي نزل وقت على اليوتيوب اللي عامل حاجه طالع بيها علشان ايه اسمها إيه اول السنه الميلاديه الجديده يعني. تمام. انا بقى عملت وخلصت وقعدت وهناكل مع بعض. يلا بينا. هناكل ايه قبل جدا على فكره. بدأت تمام. قلت لكم كل سنه وانتم طيبين، نقولها تاني وقلت لك مره مفيش مشكله خالص. يا رب كلنا طيبين وبخير وبسلام وامان. اللي عامل بقى حاجه حلوه طالع بقى على اليوتيوب، اللي عامل حاجه حادقه طالع بقى على اليوتيوب، واللي عامل وصفه طالع برضه بقى على اليوتيوب. انا عايزه اتكلم شويه، ادردش شويه نفس الوقت. اتعب الوقفه على ما طلع مستاهل قول يا رب. المهم انا قلت ايه اعملهم بقى حاجه حلوه واطلعي، مش عشان راس السنه ابدا معاذ الله، انا عاملاها عادي خالص يعني واخده يوم طبيعي. عملت الحاجه وطلعت عشان نتكلم وندردش شويه مع بعض. ما هو مش كل حاجه بتتعمل. ده جيلي ولبن بلوكلي يعني بتقال علينا كده، بتقال عندنا اسمها مهلبيه، ده مش قصد. تمام. الطريقه معروفه وسهله وبسيطه. ممكن انزلها تاني على الفيسبوك كمان، مش عارفه اكتر من كده، بس يا بنتي ممكن انزل الفكره اللي عملتها ديت بعد كده، ربما لعل وعسى حد ما يكونش واخد باله من الخطوات نعمل. تمام. حته ماشي اسمها حته يا ماما. المهم عرف الدرس، قلت بقى ايه وهم خلاص على وصول يعني اخد كده بقى الحاجه الحلوه واطلع في الشمس. الواحد جاله رطوبه في اطلع كده في الشمس نقعد فوق وناكل الحاجه الحلوه بتاعتنا. ايه عايد عليكم اشمعنى انا ما عايدش عليكم يعني؟ انا يعني عشان ما طلعتلكوش بوصفه ولا بحاجات يبقى ما اعرفش عايد عليكم. عايزه عليكم وعلى اخواتنا المسيحيين وعلى الناس كلها، وبقول يا رب يزيح الهم والغم والكرب عنا وعن بيوتنا. شوف بقى الحركه بتاعت اللي حصلت دلوقتي دي. لو احنا بقى قاعدين بقى عند ضيوف، لو احنا قاعدين عند ضيوف الام عينها وشفايفها بتقطعوا من الغمز والهمز لاولادها طول ما هي قاعده. يا بنتي عيب اختشم امال مش عارفه ايه. عارفه انتوا الحركات ديت بتكون موجوده على طول يعني. لو عيله بقى قاعدين شوفوا هي خلاص هنا لف راح على الطبق التاني. الوقت هنعرف ودي ايه. اقعدي بس انا اهو، اقعدي انا على الكرسي، اقعدي بس كده، اقعدي يا حبيبتي، اقعدي يا ماما، اقعدي يا حبيبتي. تمام. لكن ايه انا بقول لكم خلي عيالكم على طبيعتها. يا بنت هتقع استني. الاسمر دي مش ماما بتحط على طول على الكيكه الاسمر ده. المهم اسماء امبارح طلعت وقالت البين كود جالي ومبسوطه قوي وفرحانه بيه، ربنا يسعدها ويهنيها. وعقبال كل القنوات اللي بدات وتعذبت وتعبت قوي 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 زينا، اما ربنا يكرمها. طبعا البين كود ده جالي من بدري. هي قالت على الشرط الرابع ده اللي هو ايه، قالت هي $100,000، لا هو $100. احنا المفروض بيجي لنا عشان نقدر نسحب بعد كده. لحد دلوقتي يعني الحمد لله ولا حتى حصلنا فسفوسه في $100 دول. الحمد لله على كل حال. احنا بننزل الفيديوهات اهلا وسهلا بالدكاتره. الدكاتره وصلوا. خدك احمر ليه؟ اقلع بقى الجاكيت كده وتعالى اقعد جنبي كده. تعالى يلا اقلع الجاكيت الاحمر ده وتعالى جنبي. المهم قدامنا بقى ايه سنه 2 على ما نبقى ربنا يكرمنا $100 دول. ربنا يكرمها ويكرمنا ويكرم جميع القنوات. قولوا امين امين يا رب. انتوا مش متخيلين هنتعب قد ايه في التصوير، مش متخيلين عشان نطلع حياتنا وبيتنا واكلنا وشربنا ودنيتنا جزء من عيشتنا، جزء كبير مش جزء صغير بنطلعه واحنا راضيين، وبنطلعه واحنا مبسوطين، وبنطلعه علشان احنا واخدينها رزق. نعم يا قلب امي. واخدينها عشان ده احنا يعني ده باب رزق احنا عملناه عشان يعني ربنا يرضينا ويكرمنا وشغلنا في البيت زي ما احنا بنعملها وما بنطلعش بره. المهم اللزلق مكان الوقت اسمر. المهم هندوس لك الفيديو لو سمحتم لو تكرمتم عشان الفيديو ما فيهوش حاجه مفيده اصلا. ما هوش مفيد اصلا النهارده ولا في اي افتكاسات ولا في اي اختراعات. ففي ايه بقى؟ ما فيهوش اي حاجه ولا في اي بص ولا حتى تفاؤل ولا ما فيش تفاؤل يعني. سبحان الله طالعه من كتر ما انا متضايقه قوي. ايه فين الزرار عشان تقعدي جنبي وما يبقاش شكلك وحش قدام الكاميرا. المهم الواد اللي واقف ورا الكاميرا ده لو تشوفوا شكله طول ما هو تحس انه بيتحول ورا الكاميرا كده. ما اعرفش هو انت بتغمز على ايه؟ سيبها اقفلي الزرار وتعالي جنبي يا بنتي. انا شعري ما تجيش عشان شعرها مش بتساوي. تمام. اللي مش جاي قدام الكاميرا ما هوش هياكل من الاخر. طب زرار تطلعي قدام الناس تضحكي الناس عليكي يقولوا الهبله ايه؟
المهم الفكره كلها في ان انا طالعه زهقانه قوي من اللي بسمعه وزعلانه اكتر من اللي بشوفه، ومش انا لوحدي، كلكم مفيش حد اسمه مش جاي. بس احنا بنقول ايه؟ ربنا يعدي اللي احنا فيه ده على خير وسلام يا بيت، وسلام وامان. الطبق ده يطلع بتاعي ماشي؟ هتاكلي اهو، طب اقعدي كده كلي اهو، بس توسخي بقى بقك، توسخي هدومك هتنضرب. عايزه اهي ولا في احسن منها في الدنيا ليكي اهو، بس اوعي تكسريه والنبي. تيجي الام يا عيني وعيالها بياكلوا بقى قاعدين في مطعم او عنده ضيوف، ايه ده القطه بتشرب فيها بتشرب، قاعدين في مطعم بقى ولا عنده ضيوف، تلاقي امهم يا عيني قاعده، الام مننا قاعده يعني ربنا اللي علم بحالها، تبل في ميتها كده وتبقى قاعده اهي. شايفين والله ما نمنتجي حاجه من الفيديو، شوفوه زي ما هو كده، تبقى قاعده امسكي المنديل يا ماما وامسكي بقك يا حبيبتي، وهي اصلا في البيت مفيش منديل، اقلبي البلوزه ولا لكم حاجه الامهات دي بتحب ايه مش عارفك اقول لهم بتعمل ايه دلوقتي ورا الكاميرا. انا بيبقى معايا شويه حاجات يا جماعه والله العظيم لو يتصوروا بصوت وصوره اقسم بالله لا يبقوا ترنداي، بس بيتكسفوا. المهم انا برضه بتكسف زيهم، بس بدات ان انا ايه من ضغط النفسي اللي انا فيه لا عدت اتكسف ولا عاد في جوايا كسوف. يا ريت تدوسوا لايك علشان نفسيتي اللي عالم بها ربنا. واللايك بتاعكم ده والله بيفرحني، والله العظيم بيفرحني، مش بيفرحني فرحه ان انا فرحانه، بيحسسني ان انا ما بضيعش وقت على الارض. يعني يا بنت اقعدي يا تيجي ما تخيرنيش، هقول كلمتين. المهم قررت ان هو رايح نطلع بطبيعتي زي ما لا هداري ولا هفتكس ولا هتجمل ولا هصطنع شيء. انا عمري ما تجملت ولا اصطنعت شيء، ولكن كان خجلي ساعات بيداري مني حاجات. الصوت ده فيه مشكله عادي تمام، لان هو حط طبعه نشف، حط طبعه نشف يبعت في النت على الفيديو اي صوت اللي يطلع من بعيد يجي لنا حط. نعم مش عاجبك؟ قلبك خجلني؟ اللي جوه دي جيلي، جوه تحت بسكوت، وتحت البسكوت مهلبيه. مش عاجبك؟ يا ماما صورك القطه، صوري القطه وهي بتشرب حتى تجيب لك مشاهدات جميله. هم هيجي لهم مشاهدات من تصوير ما تاخذ ما تصغرلهاش يا ابني، يا ابني ما تصغرش، ابني بتتكلم براحته، نساء بتتكلم براحتها. انا هصور القطه بتشرب ليه؟ قولي لي كده. انا ببقى مليانهم ميه هنا علشان يشربوا، فاصورها ليه بقى؟ بتشرب اصورها ليه يعني؟ ويجيبوا لي مشاهدات. شوفوا عيالي يا عيني حزن عشان امهم نفسهم امهم يجي لهم مشاهدات ويجي لها لايكات، ولا دي بتيجي ولا دي بتيجي. نقول الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين، مش عشان راس السنه الميلاديه الجديده، لا كل سنه وانتم طيبين عشان الاسعار الجديده. سيبوني اقول الكلمتين قبل ما انسى. ماما شايفه والله ما انا منتجه الفيديو. مين في الدنيا عياله كده انا هنمسحه خليكي زي ما انت، عشان ايه يعني؟ عيب وكخ وبرستيج وحاجات غريبه كده تطلع زي ما هي كده، اعمل لها ايه يعني؟ بقى تكبر بقى ان شاء الله. انت بتنفخي فيها بارده ولا سخنه مش انا جايبه لك معلقه يا قلب ماما اهي، مش انا جايبه لك معلقه يا روحي، ما تاكليش بقى ليه يا قلب ماما؟ بكره هتكبر وهتتكسف وهتعمل لنفسها برستيج وهتعمل لنفسها موضوع تاني خالص، فخليها براحتها كده. قرف، شوفوا لنا فوطه ولا منديل يا بنتي خلينا امسح لها. المهم كل سنه وانتم طيبين عشان الاسعار، كل سنه وانتم طيبين علشان الاحداث اللي بنسمعها كل يوم جديده، كل سنه وانتم طيبين علشان احنا صابرين ومتحملين، صح؟ متحملين كتير قوي وبنتحمل وهنتحمل، اقسم بالله احنا عايشين في نعمه. انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على الفلاحين الارياف، عايشين في نعمه كبيره، قادرين يمشوا حياتهم باقل حاجه. يا بنت عايزه ايه؟ هات فوطه من تحت وتعالي. هو ايه ده الناس دي؟ طيب بس روحي هاتي فوطه بتاعتك، طب بس روحي هاتي فوطه عشان امسح لاختك. تمام هاتي فوطه، انت رايحه انتي؟ طب روحي يا بنت الله يبارك لك. هتغسل الحق تحط نفسها ميه؟ لا مش هتغسل، روحي معاها اجري يا رودينا. شوفي هتنزل تعمل لي كارثه تحت. اسعار ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، احداث الله اكبر، حكايات وروايات كل يوم بنسمع حاجات غلط مفيش حاجه بتنزل ابدا. انتوا سمعتوا ان حاجه نزلت الفتره دي كل يوم؟ قفلت العلف الواد بيدور على العلف. المشكله بالعلفه، المشكله مش في العلفه، هنقعد نتكلم عن العلفه لكن قلت لكم ايه العلفه؟ ما هو لما العلفه بتغلى الطيور بتغلى. انا كده ما بشتريش الحمد لله طيور، يعني لما بذبح بطه او فرخه بذبحها من بيتي من تربيتي انا، بتبقى عندي كتكوت شاريه كتكوت كده اهو وبربيه. اي نعم بتعب قوي في التربيه، براحه عليها. خش البيت خش البيت خش البيت
ادي طبقها هي تصلح تاكل. خد انت الطبق الحلو ده وخد المعلقه النظيفه كمان. ماما نعم اتلبت من دماغ اسكتي. المهم ابني كان بيقول لي ايه العلف ومش عارف. العلف لما بتغلى اسعار الفراخ واسعار اللحوم بتغلى. البرسيم او علف المواشي لما بيغلي اللحمه، مش اللحمه وبس، لا بيغلي كمان اللبن والجبنه. يعني انا لو عايزه اجيب كيلو حليب لاولادي بجيبه اضعاف ما كنت بجيبه زمان. لو عايزه اجيب كيلو جبنه نفس الموضوع. طب ايه اللي غلى؟ يقول لك ما هو علف المواشي غلى. فكل شيء مرتبط ببعض، ومش في مصر وبس، لا في جميع الدول ان كان اوروبي او عربي. عشان كده بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يصبرنا على اللي احنا فيه ويعيننا كمان، ويا رب يهدي اللي ماسك الدنيا دهيت اللي بيتحكم فينا. يا رب يهديهم، يا رب يهديهم. قولوا امين. انا هنزل الفيديو ومش هنتج منه حاجه، انا ما بتكلمش في حاجه اهو. بيخافوا اني اتكلم في الحاجات دي، مش عارفه ليه. كلنا خايفين، مش انا لوحدي ولا هم بس، كل خايف. زمان نزلت فيديو من فتره كده، معدل ما نزل بدقايق كانوا مسحينه بسرعه. عشان ايه؟ عشان اتكلمت بصراحه. انا النهارده بتكلم بس على المتغطى وانتوا فاهمين طبعا. المهم هاكل الحاجه الحلوه عشان انا حاسه ان ريقي نشف، وعشان حاسه باكتئاب فظيع. ربنا يخرجنا منه على خير ويخرج الدنيا كلها على خير، ويا رب يا رب يقوينا ويعيننا على ما ادانا. مش هقول ابتلانا، هقول ادانا. خلي الابتلاءات دي بعدين. هتيجي تاكل طبقك تعالي، مش هتيجي؟ اتفضلوا معايا. ما بحبش اكون قدام الكاميرا. تمام؟ يا رب الفيديو يعجبكم. يا ريت تشجعوا كل القنوات الصغيره لحد 1000 مشترك و2000 مشترك و3000 مشترك، برضو قنوات صغيره. ربنا يكرمهم جميعا ويعني ينولوا اللي هم محتاجينه او بيحلموا بيه، وما يضيعش تعب حد محترم في اي قناه محترمه على الارض يا رب، لان اقسم بالله ده شيء صعب جدا جدا علينا. وبشكر كمان القناه الجديده اللي هي مش جديده، هي قديمه بس كانت اخذت اجازه مننا شويه زين الوصول. يا ريت تفتكروها كده وتشغلوا القناه بتاعتها تاني. كان حصل لها ظروف كتيره جدا جدا ورجعت تاني للقناه بتاعتها. ربنا يكبر بخاطرها وخاطرنا وخاطر اسماء وخاطر كل القنوات اللي معانا المحترمه، اللي في المغرب واللي في تونس واللي في الجزائر واللي في مصر. كل القنوات صحابنا وحبايبنا واللي بيكتبوا لنا تعليقات محترمه. وكمان ده هي احلى الاكلات لاشهر الوصفات، ولا صح؟ احلى المطلق غيريه. المهم اشهر الاكلات لاحلى الوصفات تقريبا. والله العظيم انا ما بفتكر الاسم ده. العكس. لما تقول طلع صوتك. اشهر الوصفات لاحلى الاكلات. احلى الاكلات لاشهر الوصفات. والله تزعل مني لازم بصراحه بنساه. كل يروح كل يا قلبي. المهم طبعا بتبقوا قاعدين في اي مكان بتشوفوا المناظر ده عادي، ما تقعديش تغمزي لابنك او بنتك، خلوهم واخدين بطريقه طبيعتهم. دول اطفال لازم يتصرفوا بحريتهم. بكره لما يكبروا هيتفهموا ان ده شيء مخجل وهم يتحرجوا من نفسهم، خصوصا لما يكبروا يلاقوكم بتتعاملوا باسلوب مهذب في البيت، ان كنت انت ولا والدهم تاكلوا بطريقه مهذبه، فبالتالي هم بيختلطوا. لكن دلوقتي ما بيتحكموش في مسكه المعلقه، ما بيتحكموش في الشيء اللي بياكلوه. فعشان كده انا ما بحبش اقعد الحركات دي، ما بحبش اعملها كتير بصراحه. يعني بعملها بس بسيط قوي، يعني مش كتير. ربنا يهديهم ويهدي اولادنا واولادكم جميعا. يا ريت انا ببعت كل سلام وتقدير وتحيه لكل القنوات الجميله اللي معايا. ربنا يكرمهم ويرضيهم ويفرح قلبهم ويسعدهم. وكل سنه وانتم طيبين وكل العالم طيب وفي سلام وفي امان وفي راحه وفي ستر من الله اهم حاجه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم وما كنتش تقيله عليكم ولا كنت سخيفه النهارده، وتدوسوا لايك لو سمحتوا.